خلينا واضحين مع بعض وكلنا بنخاف من حاجه واحده بس مرعبه وهي الموت، الوحش اللي بيخطف اعز الناس منك في غمضه عين. حتى انت نفسك دلوقتي لو قلت لك مستعد تموت هتقول لي لا. كل واحد فينا بيحاول يحافظ على حياته ويعيش على قد ما يقدر، متمسكين بالحياه ومش قادرين نسيبها لاننا ما نعرفش ايه اللي مستنينا بعدها، مستعدين نعمل اي حاجه علشان نعيش اطول فتره ممكنه. النهارده معانا واحد عمل حاجات من الصعب جدا على اي بني ادم انه يعملها، وده كله بس علشان يعيش. ما هو مفيش اغلى من الحياه اللي ربنا اداها لك وكل يوم بتعيشه هديه من ربنا. فيا ترى ايه اللي الشخص ده عمله اصلا؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. سنة 1819 تم ترحيل مسجون اسمه بيرسي من انجلترا لاستراليا، وما كانش مجرم خطير يعني، ده كان مجرد واحد حرامي كان سارق 6 كوتشيات وبسببها دخل السجن. يعني الراجل لسه على الله حكايته، وتقريبا في اول طلعت سرقة ليه اتمسك واتحبس فيها واتعاقب بالنفي وقتها 7 سنين لتسمانيا، ودي جزيرة صغيرة في جنوب استراليا. كان في مجرمين بيروحوا يقضوا عقوبتهم هناك ويرجعوا انجلترا تاني، بس معظمهم كان بيتعود على الحياة هناك وما بيرضاش يرجع حتى بعد ما عقوبته بتخلص. كانوا بيعيشوا في سلام ويتجوزوا هناك ويستقروا، ومنهم برضو اللي ما اتظبطش وكان مستمر في اجرامه، وده بقى بطل قصتنا النهارده. حتى بعد ما اتنفى من انجلترا لسه برضه بيسرق. يعني عاوز اقول لك انه اتعاقب بالجلد اكتر من 10 مرات وكلها علشان حاجات عبيطه. يعني في مره راح سرق بطتين وديك رومي، وفي مره تانية راح سرق سكر، وما كانش بيسمع الكلام وحاول يهرب اكتر من مره. علشان كده كان لازم يعاقبوه على اللي بيعمله ده، واخدوه لجزيره مرعبه اسمها جزيره سورا. ما كانتش بعيده كتير عن جزيره تسمانيا، ومستحيل حد يقدر يروحها من الطريق البري لانها كانت خطره جدا. في ناس حاولوا قبل كده يمشوا من الطريق البري وما رجعوش بقالهم اكتر من 10 سنين، ومحدش عارف اذا كانوا ماتوا ولا ايه اللي حصل لهم. وكانوا بيروحوا لجزيره سورا بالمركب دايما لانها اكتر طريقه امان ممكن يروحوا بيها، بس مع ذلك كان لازم يعدوا بالمركب من مكان خطير اسمه بوابات الجحيم، وده من اخطر الاماكن البحريه على السفن اللي ماشيه، لان معظم السفن اللي كانوا بيعدوا من هناك كانوا بيغرقوا اصلا قبل ما يوصلوا للجزيره. انما بقى اللي كانوا بيوصلوا للجزيره فده حظهم اسوأ من الناس اللي ماتوا، وبيتمنوا لو كانوا غرقوا وماتوا عند بوابات الجحيم، لان الجزيره كلها كانت مليانه باشجار الصنوبر في كل مكان، وما ينفعش حد يزرع حاجه هناك. علشان كده البحر كان مصدرهم الوحيد علشان يعيشوا، وبسبب ده في ناس كتير منهم ماتوا بالاسهال ومنهم بالسكوربوت. ومرض السكوربوت ده بيجي للناس اللي عندهم نقص حد في فيتامين سي، والمأكولات البحريه ما فيهاش الفيتامين ده غير التسمم بالعيش اللي كان متخزن بقاله فتره كبيره. والحراس كانوا بياكلوا المساجين منه. الجو هناك برد جدا والدنيا بتمطر على طول، والمساجين طلعوا روحهم وشغالين طول النهار تقطيع في اشجار الصنوبر، وبالليل بيناموا على الارض في عز البرد، وبيتعاقبوا لاتفه الاسباب اللي ممكن تتخيلها. الحارس لو لقاك بتبص في عينيه واتكلمت من غير اذنه كانوا بيثبتوا السجين ويجلدوه على ظهره. فرصه انك تهرب من المكان ده مستحيل. مفيش غير مكانين بس علشان تطلع من الجزيره، طريق البحر اللي يجوا منه والطريق البري في الغابات الخطره جدا. المساجين نفسهم قالوا انهم مستحيل يقدروا يهربوا من الجزيره. الطريقه الوحيده اللي فضلها معظم المساجين علشان يخلصوا من العذاب ده انه يقتل مسجون تاني فيتم معاقبته فورا بالاعدام ويموت هو كمان. معظم المساجين كانوا بيعملوا كده علشان يخلصوا من حياتهم اللي ما بقاش لها اي قيمه. كل الايام شبه بعض والعيشه في الجزيره مستحيل حد يقدر يستحملها، بس مش معنى ان الهروب من الجزيره مستحيل فده مش معناه ان مفيش ناس هيحاولوا يهربوا فعلا. ما هو اصله كده ميت وكده ميت، هيخاف من ايه؟ وفي سبتمبر سنه 1822 كان في 8 مساجين شغالين في تقطيع اشجار الصنوبر على الجانب الشرقي من الجزيره، وخلاص زهقوا من العيشه بتاعتهم وقرروا انهم يهربوا. خطتهم كانت مواجهه الحارس اللي بيشرف عليهم وربطه وسرقه المركب علشان يهربوا بيه ويتحركوا من الجزيره على الصين على طول. كانوا فاكرين ان الصين جنب استراليا وكلها ساعتين وهيوصلوا هناك، بس ما كانوش يعرفوا ان المسافه بينهم وبين الصين 5000 ميل عن طريق البحر، يعني 9 مليون و260 الف متر. يعني مستحيل يوصلوا بالمركب، ولو عملوا كده هيموتوا في الطريق من الجوع والعطش. الكسندر بيرسي كان واحد من ال8 اللي خططوا انهم يهربوا. نجحوا فعلا ينفذوا الجزء الاول من الخطه ويكتفوا المشرف، لانهم اصلا ما كانش عليهم حراسه مشدده زي اي سجن، لانهم عارفين انه مستحيل حد يحاول يهرب من الجزيره لان الموت وقتها هيكون مصيره. حاولوا يعدوا بالمركب من بوابات الجحيم بس ما عرفوش وكانوا هيغرقوا فعلا. علشان كده نزلوا في غرب جزيره تسمانيا اللي كانوا محبوسين فيها في الاول، واضطروا انهم يمشوا من الطريق البري ويدخلوا الغابه. كانوا عارفين ان تسمانيا في الطرف الثاني من الجزيره ولازم يمشوا في اتجاه الشرق علشان يوصلوا هناك، بس ما كانوش عارفين المسافه بينهم قد ايه بالظبط. فضلوا ماشيين يوم كامل وبرضه لسه ما وصلوش للجنب الثاني. ما كانش معاهم اي اكل ولا حتى ميه، ومش عارفين يصطادوا اي حاجه من الغابه وياكلوها. ما كانش فيه غير مسجون واحد هو روبرت اللي كان معاه فاس، كان معين نفسه قائد للمجموعه مع المساعد بتاعه ماسيو ترافيرس. كانوا خايفين جدا ومرعوبين والجوع ما بيرحمش. يمكن معظمنا ما جربش الجوع اللي بجد، بس انا بكلمك عن ناس بقالهم يومين كاملين ما كلوش حاجه. ما كانش هدفهم يوصلوا للطرف الثاني اكتر من انهم ياكلوا اي حاجه يصبروا بها نفسهم. استمروا على الحال ده 15 يوم كاملين ماشيين في الغابه، وفي الايام دي كانوا بيصبروا نفسهم وياكلوا ورق الشجر. بس خلاص
خلاص جابوا اخرهم، واتفقوا ان لازم واحد فيهم يموت وياكلوه علشان يعيشوا، وقرروا يعملوا قرعه علشان يحددوا مين اللي هيموت فيهم. بس كلهم كانوا خايفين لان كل واحد منهم ممكن القرعه تيجي عليه وهو اللي يموت، لحد ما روبرت سحب مجموعه ورق من الاشجار وطلب منهم كل واحد يسحب ورقه شجر من ايده، واللي ورقته هتكون اقصر واحده هيقتلوه ياكلوه. عاوزك تتخيل كل واحد فيهم كان مرعوب ازاي وقتها. واقصر ورقه طلعت مع واحد اسمه الكسندر، بص لها وبص للورق اللي مع زمايله وكان مصدوم وقتها، وكلهم بصوا له في لحظه صمت مرعبه. الكسندر كان مصدوم من نظراتهم لانهم شكلهم كده هيقتلوه فعلا، وبدا يجري في الغابه باقصى سرعه عنده، لكنهم قدروا يمسكوه وثبتوه في الارض. اترجاهم وقال لهم انا مش عاوز اموت، لكن روبرت قطع كلامه بالفاس اللي نزله على راسه وجاب اجله. قطعوه لاجزاء صغيره وولعوا النار وحطوه عليها، اللحم والمخ والكبد والرئه والكليه والقلب وكل حاجه كلوها، ما سابوش غير العظم بتاعه وضوافره وشعره. كانت ليله مرعبه لالكسندر اللي مات، بس على العكس تماما كانت اجمل ليله بالنسبه لباقي المساجين، لانهم اخيرا هيناموا شبعانين بعد جوع 15 يوم من غير اكل. بس الغريب انهم صحيوا جعانين جدا في اليوم التاني، وسالوا نفسهم مين اللي هيكون عليه الدور، وده خلى 2 من المساجين يخافوا ويرجعوا لجزيره سارة من تاني. بس اول ما وصلوا هناك ماتوا على طول من الجوع والتعب، وبكده ما بقاش غير 5 بس اللي موجودين في الغابه. مشوا في اتجاه الشرق على امل انهم يوصلوا ويخلصوا من العذاب ده، بس الايام مرت بسرعه من غير ما يوصلوا لاي حاجه، وكلهم كانوا جعانين وخلاص هيموتوا. فسالوا نفسهم وقالوا يا ترى مين اللي هيكون عليه الدور، وقرروا يضحوا بواحد اسمه توماس بودينهام وقتلوه بسرعه وكلوه زي ما عملوا المره اللي فاتت. وبكده ما اتبقاش غير 4 بس اللي عايشين في الغابه، روبرت القائد بتاعهم وميسيو المساعد بتاعه. واكيد روبرت مستحيل يقتل ميسيو المساعد بتاعه، واكيد الضحيه اللي جايه هتكون بيرسي او ماسر، واللي اختار بعدها وقع على ماسر واتفقوا على قتله من غير ما يعملوا قرعه. كان قاعد بيفكر هياكل ازاي، بس هما الثلاثه اتجمعوا عليه واكلوه. ما كانش يعرف انه هيموت جعان وان هو اللي هيتاكل اصلا. طب هما ازاي بداوا يقتلوا بعض بالسرعه دي، وازاي استحملوا 15 يوم كاملين من غير اكل ودلوقتي بيقتلوا واحد كل 5 ايام بس؟ المشكله ان لحم البشر مليان بروتينات بس ما فيهوش كارب، وده مصدر الطاقه للجسم، ومن غير الكارب مش هتقدر تتحرك وهتتعب بسرعه، وخصوصا كمان انهم في غابه وبيمشوا كل يوم بالساعات. ودلوقتي ما بقاش غير روبرت وميسيو المساعد بتاعه وبيرسي. طبعا بيرسي كان عارف ان هو الضحيه اللي جايه، والحكايه كلها مساله وقت مش اكتر. ووقتها روبرت وميسيو هيحسوا بالجوع وهياكلوه من غير اي تردد. بس حصل حاجه غيرت توقعاته تماما. ميسيو صاحب روبرت فيه قفا على دغته، وروبرت مرضيش يسيبه وفضل شايله وماشي بيه 5 ايام كاملين، بس ادرك بعدها ان مفيش امل وان ميسيو هيموت قريب، فقتله وكله مع بيرسي. والمره دي علشان كانوا جعانين جدا مش حطوه على النار اصلا، ده كلوا لحمته نيه زي ما هو كده. ودلوقتي ما بقاش غير 2 بس من ال8، روبرت وبيرسي، كانوا ماشيين مع بعض وعارفين ان في واحد منهم هياكل التاني لما يجوع، وكلها يوم او 2 والبقاء هيكون للاقوى. بس روبرت طبعا هو اللي هيقدر ياكل بيرسي لان كان معاه فاس في ايده، لكن بيرسي كان حذر جدا وماسك عصايه خنه في ايده وما اداش اي مجال لروبرت انه يقتله. فضلوا ماشيين بالايام وبرضه لسه ما وصلوش لنهايه الطريق، وهما الاتنين ادركوا ان واحد منهم لازم يموت علشان التاني يعيش. وبالليل كل واحد منهم كان مستعد، اللي هينام الاول التاني هيقتله وياكله. هما الاتنين نايمين جنب بعض وكل واحد منهم عايز يغدر بالتاني. بيرسي فضل مفتح عينيه وما استسلمش للنوم، لكن روبرت غمض عينه ونام. فقام بيرسي بسرعه وخد الفاس منه وضربه على راسه وقتله، وقطعه وبدا ياكله لوحده من غير حد معاه. في ليله قتل روبرت كان اليوم ال 42 بعد هروبهم من السجن، وفضل بيرسي ماشي بالايام في الغابه، وكان عارف انه اكيد هيموت فيها ومش هيوصل لاخر الطريق. لكن من حظه انه وهو ماشي لقى مخزن اكل لسكان الجزيره اللي عايشين فيها. كان من عادتهم انهم يخبوا الحاجات اللي بيصطادوها في المخزن ده علشان لو جاعوا في يوم من الايام ياكلوها. طبعا بيرسي كان فرحان جدا وبدا ياكل منها. وبعد رحله استمرت ل 55 يوم مشي في الغابه قدر بيرسي يوصل لنهايه الطريق ويطلع حي منها. ومن حظه ان لقى واحد يعرفه وكان سرحان بغنم وجاب له اكل وما سلموش للحكومه، ورجع لحياته القديمه تاني وكان بيسرق الخرفان من المزارع اللي جنبه بمساعده صاحبه. ما عداش اكتر من شهرين وبيرسي اتقبض عليه تاني. الغريب انه اعترف للقاضي بكل حاجه وبالتفصيل الممل، وازاي قدر يعيش 55 يوم في الغابه عن طريق انه قتل زمايله. بس القاضي ما صدقوش وكان فاكره بيقول كده علشان يداري على باقي المساجين اللي هربوا وانهم اكيد عايشين، لان مفيش بني ادم اصلا بياكل بني ادمين زيه. وخصوصا ان وش بيرسي كان بريء وما كانش يبان عليه خالص انه ممكن يعمل كده، وقصير وطوله 160 سم بس. هيئته وشكله ما يدلوش على انه ممكن يعمل كده. والقاضي طلب انهم يرجعوا بيرسي لجزيره سارة تاني، وراعى الغنم صاحبه وتم اعدامه لانه كان هربان من الخدمه العسكريه. بيرسي رجع لجزيره سارة بعد هروبه منها ب 113 يوم، والمساجين هناك استقبلوه كبطل لانه هرب من الجزيره اللي مفيش حد قدر يهرب منها. الغريب بقى ان بيرسي ما حرمش بعد كل اللي حصل، وقرر يهرب من الجزيره تاني مع مسجون اسمه توماس. بس المره دي حرم انه يدخل الغابه تاني، وقرر يمشي من الشمال قصاد الساحل للغرب لجزيره تسمانيا. كانت خطه فاشله لانه اتقبض عليه بعدها ب 11 يوم بس. لكن الغريب انه كان لوحده، وسالوه هو توماس اللي كان هربان معاك راح فين، ولما فتشوا في جيبه لقوا فيه اجزاء من لحوم البشر، واعترفوا وقال لهم انه قتل توماس واكله. الاغرب من ده انه كان واخد اكل معاه اصلا قبل ما يهرب ولسه ما خلصش. فاستغربوا وسالوه انت ليه قتلت توماس وكلته مع انك اصلا معاك اكل تاني؟ فقال لهم احنا وصلنا عند بحر كبير، وتوماس قال لي وقتها انا ما بعرفش اعوم. فتعصب وقتها وحس انه مش هيقدر يهرب طول ما هو معاه، علشان كده قتله واتخلص منه. طب ده سبب انك قتلته، اكلته ليه بقى مع انك معاك اكل تاني؟ فقال لهم انه بيحب ياكل
تناول لحوم البشر. كانوا مصدومين وقتها ومستغربين منه، وتم الحكم على بيرسي بالاعدام على طول. وفي يوم 19 يوليو سنه 1824 اخيرا تم تنفيذ حكم الاعدام على بيرسي. واخر جمله قالها قبل موته ان لحم البشر افضل من لحم السمك والخنزير. والقاضي امر ان جثه بيرسي تتسلم للهيئات الطبيه علشان يشرحوها، والجمجمه بتاعته معروضه لحد دلوقتي في واحد من المتاحف في استراليا. وعاوز اقول لكم ان كل الشرائح حرمت اكل لحوم البشر الا لو في حاله انك هتموت ومفيش حاجه هتاكلها تاني غيرها، وساعتها لازم يكون ميت اصلا، لان حرام تقتل واحد وتاكله. وزي ما انت عاوز تعيش هو كمان عاوز يعيش. ولحد هنا بينتهي الفيديو. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتشير الفيديو، واستنونا في الفيديوهات اللي جايه. سلام.